فوز الزمالك على ديكادوها 6-0. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، ده أول ماتش للزمالك وأول فيديو يعتبر ما بعد وقف إطلاق النار ما بعد. الحمد لله الحمد لله، يعني إن إحنا ارتحنا من الخوف والرعب والفزع اللي كانت عند إخواتنا وقلة الحيلة اللي كانت عندنا وكانت عند معظم الناس والشعوب تجاه إخواتنا. إن شاء الله يكونوا مسامحيننا، إن شاء الله يكونوا هم دلوقتي في حال أحسن، وإن شاء الله يكونوا اللي توفوا يكونوا شهداء بإذن الله. الحمد لله على وقف إطلاق النار، الحمد لله إن إخواتنا هناك ارتاحوا إن شاء الله. الحمد لله النهارده بقى الزمالك فاز، الزمالك كسب 6-0. هنتكلم في الماتش، ماتش ما فيهوش فنيات كتير بسبب ضعف المنافس، ولكن في نقط قوة النهارده ظهرت عندك، لكن في نقط انت استغلتها. طبعا ما فيش اللي هو فنيا انت مش هتكسب من كده. فريق ضعيف 100%، كده كده كنت هتكسبه، بس انت النهارده ظهر عندك شغل، ظهر عندك شراسة في الضغط، ظهر عندك خوف على النتيجة. انت كنت بتجيب جون، بتجيب اتنين، كان بيبقى عندك قلق وعندك دوشة، مع ان انت كدفاعيا انت صلب دفاعيا، لكن كان بيحصل عندك دوشة غريبة. النهارده انت استغليت ان انت جبت جون، ضغطت، جايب التاني، اللعيبه عطشانه، اللعيبه متضايقه من النتائج الغريبه اللي حصلت. طبعا انت مش هتكسب كل الماتشات 6، طبعا الماتشات اللي جايه هيبقى فيها ماتشات صعبه، لكن انت النهارده خرجت بكذا كذا ايه. بزيرة ده ايه؟ انا هخش في الفيديو كده وهتكلم من غير ما اتكلم على بزيرة. هو مش هيبقى فيديو طويل، لكن بزيرة يا جماعه مش ممكن. خوان بزيرة ده مش طبيعي، ده لعيب كوره جامد قوي، لعيب ده برازيلي، ده لعيب كوره برازيلي يا جماعه. اسيستين وهدفين، سيبك بقى منهم، كمية الفرص اللي صنعها. لو في مهاجم النهارده هداف، مش ممكن الراجل النهارده يطلع ممكن يقوم جايب هاتريك مع الناس اللي معاه، وممكن يقوم عامل 4-5 اسيست في ماتش زي النهارده. انت كنت ممكن تكسب 8-9. ماتش حلو جدا، ضغطك كان هايل جدا، استغلت حاجات كتير. الناس واللعيبه بدأت تاخد بالها ان في ناس بتقول يا جماعه انتوا ما بتبازوش لاخوان بزيره. النهارده انا حاسس ان برده كان في كور كانت ممكن تتلعب له، بس الراجل النهارده في تعاون معاه ظاهر قوي. الباك اليمين اللي نزل مكان عمر جابر باك يمين هايل قوي. ان شاء الله في اللي جاي هيبقى احسن، مش عايز اتكلم عليه كتير عشان طبعا ما شفناش حاجات كتير، بس الراجل عمل فرصه كويسه، الراجل بيتحرك، لو الراجل بيحاول يخش على الفرقه ويتعامل ويتكلم ويحتفل وبتاع، عايز يعيش مع الفرقه، الراجل عايز يخش. هو اللعيب حاسس ان هو انا في حته كبيره، فانا عايز استغل ده، ودي حاجه بسطتني. فانا مش عايز اتكلم عليه كتير عشان ما اقولش كلام يكون افوره في اول ربع ساعه الراجل لعبها، بس الراجل الواضح هو عنده حاجه. ان شاء الله اللي قدام هيبين لنا بقى ايه اللي عنده، وهيبين لنا هل هو جوده عاليه ولا لا. لكن الحاجه المبشره ان هو عايز يخش على الفرقه وعايز يلعب وعايز. هنرجع بقى لاخوان بزيره. يا جماعه ايه الراجل ده؟ الراجل فينش هايل. الراجل عنده المشكله في عنده الفينش ان رجله مش شويط، بس الراجل عنده سنس مش طبيعي. النهارده جون بيمينه وجون بشماله، اسيستات، واحد على واحد، بيعدي، بيفتش اي حد. الراجل بيفتش اي حد هتجيله هيفتشك. لعيب كوره عالي عالي عالي. انا فرحان جدا لعمرو الناصر بقى. عمرو الناصر انا كنت عايز اجيب جون عشان اللعيب ده لعيب كويس، لعيب عاقل، محتاج ياخد الثقه ومحتاج يخش على الفرقه. ده البديل بتاع عداد الدباغ، هو وعداد الدباغ هيبدلوا على بعض، وفي ماتشات هنشوفهم مع بعض. شيكو بنزا لعيب مجنون، لعيب مجنون، عندي عليه كومنتات كتير، لكن هو تحركات كويس بتاع مش عارف ايه، بس هو لعيب بيفكر في نفسه في الاول وفي الاخر. لعيب طايش، هو لعيب طايش. الفرقه كلها الحمد لله النهارده كانت كويسه. آه، محمد ربيع لعيب كويس قوي، 6 محترم. النهارده الونش كان عليه علامه استفهام، شويه حاجات بسيطه، بس كده كده الزمالك ما تهاجمش. لكن انا تمام مبسوط وعايز ان هو يخش عشان يبقى جاهز في اي وقت بدل محمد اسماعيل. صبحي ما راحش عليه حاجه. الزمالك النهارده هايل، شراسه، ضغط،
انت عايز تجيب جوان اخر 5 دقايق او 10 دقايق اللي هي بدات ايه تلعب باسلوبي حلو، شوفيني بقى واستعراضات بقى وسوري بيعملوا حاجه على الكوره. كله بقى عايز يعملها كده، ولا عايز يعملها كده، ولا عايز يخش، ولا عايز يجيب الكوره جون من جوه الجون. دي بقى نقطه من النقط اللي انا عايز اعلق عليها. انا عندي مشكله مع الزمالك، ان الزمالك بيبقى عايز يجيب الجوان من جوه الجون، ودي ازمه، ودي عامله لنا مشكله. النهارده الماتش فيه ايجابيات كتير، بس انا النقطه دي شدتني النهارده شدتني، فخلتني ارجع بالذاكره على الماتشات اللي فاتت. لا، في عندنا نقطه سلبيه في دي. انا عايز لعيب، او عايز مهاجم، او عايز مش شرط المهاجم بتاعي، اي لعيب من لعيبه الفرق اللي هم بيجيبوا اهداف صعبه. الاهداف الصعبه دي هتلحقك في ماتشات معقربه، هتلحقك في ماتشات انت فيها مش الطرف الافضل، هتلحقك في ماتشات كبيره انت محتاج تجيب جون من حاجه صعبه. حاجه صعبه دي بقى اللي هي بتبقى ازاي؟ اللعيب اللي هو بيجيب الجون من زاويه مقفوله بشوطه معينه، الزاويه الكره كانت ميته فيجيب لك جون، فانت تلاقي ده جون صعب، جون لحقني، جون في ماتشات تقيله او في ماتش معقرب، بس جون صعب، جون من زاويه مش اللي هي ما يجيش منها جوان سهله. جون مثلا واو، حد لاعب كرة واو كده من بعيد في المقص. حاجات مثلا ايه هفكرك، حاجات بن شرقي، حاجات فرجاني ساسي، حاجات اجوان. انا مبسوط بالاهداف اللي احنا بنجيبها، ودلوقتي احنا بنجيب اهداف. جماعه لازم تركز ان انت النهارده ودلوقتي بتجيب اهداف من طرق لعب مختلفه، وده شغل مدرب. انا عارف ان المدرب الناس حط عليه، في ناس ما بقتش طايقاه، وانا من الناس اللي متضايق من المدرب وعندي عليه عتاب بسبب ماتش الاهلي. انت النهارده بص، النهارده شراسه، النهارده وكبسك انت عملتها في اول ربع ساعه. الاهلي رحت على الاهلي، انت كنت تكسب ماتش الاهلي. هفضل كتير اجيب سيره ماتش الاهلي لانه كان ماتش سهل وانت اللي بعته. النهارده انت بالشراسه عملت ايه؟ جبت 6. يا عم انت مش هتجيب 6 في الاهلي، كنت هتجيب لك 3 4. ماتش الاهلي كان الاهلي نازل مسلم نفسه بشكل غريب. بس عشان ما نرجعش للسلبيات القديمه ونتكلم عن ماتش الاهلي تاني، اتكلمنا عليه كتير. انا بقى النقطه اللي انا بتكلم فيها ان انا عايز اجيب اجوان صعبه، عايز اشوف ان انا بجيب. يعني انا النهارده كسبت 6، الستة من جوه ال 18. الستة انت يعني في الجون اللي هي خبطت فريق الحارس قلش فجت لنا فرحنا شايطين. كان في تصرف مش صحيح، بس انا اتبسطت ان في كوره اتشاطت من بعيد فردت من ايد الجون، عمرو ناصر دخل حطها. انا بقى عايز من الكور دي كتير. الجوان بتاعت امام عاشور معانا، اجوان امام عاشور معانا كانت اجوان صعبه، كانت بتخلص لك ماتشات معقربه وماتشات كبيره. اهداف امام عاشور كانت معظمها انت عارف ان هو شويته بيجيب اجوان من بعيد وبتاع، بس اهداف صعبه. انا عايز الاهداف دي دلوقتي. احنا مشكلتنا والازمه اللي عندنا الماتشات الاخيره اللي كانت بتخليك يحصل لك دروبات في ماتشات انت خسرتها وماتشات انت تعادلتها، ان انت ما بتجيبش اهداف صعبه، انت عايز تخش بالكوره جوه الجون، ودي كانت ازمه. انت محتاج شوط من بعيد، محتاج اهداف من كورنرات مباشره، محتاج اهداف من فاولات، محتاج الحاجات دي بتخلص ماتشات. مش عايزين نتكلم في سلبيات كتير، لكن النهارده ماتش مهم، ماتش انت استفدت منه في ان انت كسبته، وانت كان عندك دوشه وعندك ازمات وكلام على فلوس وكلام على ان اللعيبه عندها مشاكل وان المدرب وحش وي وي وي. لا، الزمالك حلو. الزمالك النهارده مبشر. طبعا دي قضاء، مش النادي اللي هيخليك تقول اوف ده الزمالك كده هيكسب، لا، لكن الثقه في ماتشات مش شرط انت لما تكسبها تقول انا جامد فنيا. انت بتبقى جامد بعديها في الثقه، بتبقى جامد بعديها في ان انت بتهدي الاعلام عليك، الاعلام السهران اللي بقى لنا انا في الشهر اللي فات ده انا بقيت حاسس ان الزمالك قفل، بقيت حاسس ان الزمالك خلاص مفيش زمالك، النادي ضاع وفي حاجه حصلت محدش حكي لي عليها. انا بقيت حاسس ان خلاص النادي قفل وهم مش قايلين لي. فالحمد لله النهارده ماتش النهارده يكسبك ثقه. خوان بيزير يا جماعه، اللعيب ده نستثمر فيه، نشتغل عليه، نبني عليه فرقه، نبني عليه افكار، نبني عليه طرق لعب. يا جماعه اللعيب ده ما نسلموش لمدافع يفضل يضرب فيه. انا المفروض ببني افكار تدريب وافكار خططيه في الملعب على ان نخلي اللعيب ده يروح بوشه. النهارده اتفرج على بزيرو وهو رايح بوشه، كل الماتشات كل الهجمات اللي هو راح فيها بوشه
بيفتش اي حد، بيفتش اي حد في الكوره. الخطأ اللي كان حصل في ماتش المحله وماتش الاهلي، ان انت كنت بتخلي خوان بيزيرا يستلم بظهره، فالمدافع عمال ضرب ضرب ضرب، فهو مطالب منه يستلم بظهره وهو بيتضرب، وابتدي بقى يلف ويبتدي بقى يخش في خناقات. دخلوا في خناق ليه؟ ده انت المفروض بتعمل تكتيك، تجمع لعب وتعمل 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 وتديله بقى الحريه، هو يطلع ياخد وهو مش متراقب ويروح بوشه على اي حد. لو في 7 هيلموه، لو في 10 هيلموه، هيفتش اي حد. كل لعيب ليه طريقه وشكل. ده لعيب خليه يروح بالكره في وشه. ماتش الاهلي هو طول الماتش بيتضرب، لكن انتوا هتفتكروا في اول الماتش لما نزل سقط وخد الكوره من الهجمه المرتده اللي طلع بيها وطلع قضيه دباغ انفراد، هو رايح بوشه عشان يوقفه. هو مش سريع لكن هو هيعدي منك. خوان بيزيرا رايح عليك بوشه، انت منتهي. مفيش حل غير انك تدعي ربنا يتكعبل، ينسى ان دي رياضه كره قدم فيسيب الكوره ويروح يلعب سباحه، اي حاجه تاني. خوان بيزيرا ده طوق نجاه، جالنا في وقت كنا هناخد فيه دروب مش طبيعي. خوان بيزيرا ابني عليه، حايله وخليه يخش الفرقه مرتاح، ينزل الماتش مرتاح. هتاخد كوره انت ما شفتهاش من سنين. الحمد لله ماتش يخليك تكسب ثقه، اللعيبه تهدى، الفرقه تهدى، الاداره تهدى، المدرب الناس تهدى عليه شويه. جماعه، عكس التيار، عكس الترند، عكس كل حاجه، المدرب ده كويس، المدرب ده شاطر، عارف ان هيتقال لي كلام ان انا راجل مجنون وان والترند الايام دي ان المدرب ده مش تعبان. جماعه المدرب ده والله مش شكرا، يعني مش عايز اقول على نفسي حاجه الناس تقول لك انت مجنون. جماعه احنا بنذاكر كوره وبنحب الكوره وعارفين تكتيك وفاهمين تكتيك وبنذاكر تكتيك. جماعه المدرب ده جامد، والله المدرب ده جامد، وافكار كتير شرحتها وافكار كتير قلتها الراجل بينفذها حلو. عنده سوء توفيق مش قوي، عشان ما اقولش كلام بداري على الراجل. عنده حاجات هو خاف منها خليته ظهر في ماتشات وحش، خاف. الخوف ده ليه؟ ممكن عشان الراجل جديد، فالراجل خايف على مكانه، فبيحاول يتمسك بالواحد صفر، فبيحصل معاه دروب. ممكن حاجات كتير. طبعا مع كده كده كان فيها مستويات لعيبه اصلا كان عامله كوارث. احنا في ماتشات لبسناها بسبب حسام عبد المجيد، ماتشين المدرب شالهم. حسام عبد المجيد سيء، حسام عبد المجيد النهارده سيء. خد بالك انت ما راحش عليك حاجه، بس حسام عبد المجيد تمركزات صعبه، لونج بول صعب، باصات مستحيله، حاجات كتير وحشه. الونش كان بادئ الدوري بصوره سيئه، حاجات كتير حصلت لنا بسبب فرديات شالها المدرب. الحمد لله، مش عايزين نزود كتير في الكلام. ماتش يخلينا نتبسط ونفرح نفسيا مش فنيا. فنيا انت كويس، ولكن محتاجين شغل كتير. ولكن الفوز ده اللي هتبني عليه انك تبقى تمام وتهدى وتشتغل براحتك وتشتغل بدون خوف ودوشه. واللي حصل الشهر اللي فات ده ما كانش طبيعي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تاني بقول بقى الحمد لله لاخواتنا ان وقف عندهم القصف، وقف عندهم كل حاجه. الحمد لله، ربنا يا رب يرجعهم بيوتهم سالمين ان شاء الله يا رب. ربنا يهدي قلبهم على الفقد اللي هم فقدوه والاسر اللي حصل لهم. وي 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 الحمد لله فرحانين لاخواتنا قوي قوي قوي، فرحانين. طبعا حزننا على ناس كتير كنا بنتابعهم وبنشوفهم زي اخونا صالح ان هو ما بقاش موجود. انا صالح نزل على قلبي خوف وخنقه وضيق عليه ما شفتهوش قبل كده. كان عندي، انا كنت بحب الشاب ده جدا، كنت بتابع من عنده كل حاجه. الحمد لله اخوه خرج، هو دلوقتي في حته احسن 1000 مره، مليون مره، تريليار مره. نتمنى نكون في مكانه، نتمنى نكون في مكانه. ولكن احنا هيوحشنا طلته علينا، هيوحشنا حاجات كتير عشناها معاه على مدار سنتين. احنا اتشرفنا بيه، والواحد بيقول، الواحد من جواه بقى يقول ان ده كان صاحبي. انا بقول ان ده كان صاحبي. الحمد لله على اللي حصل. ان شاء الله اللي جاي يبقى في حاجات تترتب عليها تكون افضل. يومين كويسين، الزمالك كسب،
القصف وقف. يا رب هدي سرهم، يا رب فرحنا. سلام.